ولهذا الاخوان السؤال اللي مطروح، رئيس الحكومه قال لك تا هو غيستشهد في سبيل الله، تيجبدنا عاود المرحوم باها الله يرحمه. حنا والله ما طالبين كمعارضه شي حاجه من باها، هو من بنكيره، هو غادي يقول لنا عاود علاش. حنا غير يوضح للشعب المغربي كيفاش وزير دوله يمشي بطوموبيلته في الظلام في الليل يحطها حتى التران ويضربوا التران، ماشي عادي هادشي. خصو يوضح للامه، ما يبقاش يكذبوا علينا، مره يردوه حاكم، مره شاهد، مره كذا، مره مقتول، مره لا. بغينا اليوم هما تيترأسوا الحكومه، رئيس الحكومه يخرج بلاغ رسمي يقول لنا شنو حصل في الحادثه ديال المرحوم باه، لانه مغربي، حنا تندافعوا على المغاربه فين ما كانوا بالانتماءات ديالهم كلها. خصو يجي للبرلمان يقول للشعب المغربي هذا وزير دوله، ماشي الا كنتوا في الحكومه تقولوا موت عادي، الا خرجتوا للمعارضه تقولوا عاود لا هذه واقيلا قتلوه، هذا اغتيال، هذا لا خويا دابا. لكن الا ما قالش كرئيس الحكومه غيخرج لماذا؟ غادي يخرج لماذا؟ والزين مشكلته بسيطه الاخوان، والزين اعتبروه شيفور جراو عليه، اما القرار 22 مليار صرفها بنكيرات، ما صرفهاش والزين. 22 مليار تصرفات بالتوقيع رئيس الحكومه طبقا للقانون، هو وقعها، هو يمشي يتحمل مسؤوليته فيها. والزين مشى ضحيه في اتفاق ما بين الاحزاب بجوج، صافي ضحاو به، الله يعاونو، شغالته راه عنده اللي يدافع عليه، اللي دخلوا للحكومه عنده باش يدافع على راسه. شوفوا انتم اللي ما يدافع عليكم سيدي ربي